سلمان تمويل، سلمان محاولة تسديد كرة لكنها جاءت بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ركلة مرمى لمارسيلو جروي. القوة الزرقاء والدعم والمساندة في كل مكان، الشيء اللي راهن عليه الهلاليين في مباراة الليلة، شخصية الزعيم وقيمة هؤلاء اللاعبين اللي مروا بالتأكيد بالكثير من المواقف أو المباريات الصعبة وتجاوزوها. هذا الجيل اللي تمكن من تحقيق الكثير من الأرقام والألقاب سواء محليا أو خارجيا. بالنسبة للاعبو رامون دياز، طويل الكرة أمامية، لمسة باتجاه إيغور كورنادو على جهة اليمين، يحاول أمام جحفري، تغطية وتدخل، يستخلصها جحفري لغويار. تدخل كان رائع في اللقطة الماضية من جانب محمد جحفري. الإشارة بوجود بإيقاف اللاعب، إصابة بالسلامة إن شاء الله إلدر كوستا، تعرض للإصابة بروح رياضية عالية بعد فترة من الغياب. الحمد لله على السلامة ياسر، الحمد لله على السلامة ياسر الشهراني. ياسر الشهراني منذ المباراة التاريخية للأخضر ضد الأرجنتين في كأس العالم تعرض لإصابة في تلك المباراة وغاب لفترة طويلة. اليوم يعود المرة الأولى كلاعب أساسي منذ ذلك اللقاء. بالنسبة لياسر الشهراني فترة غياب طويلة ولكنه يرجع أخيرا، الحمد لله على السلامة. نتمنى له بالتأكيد التوفيق وبقية لاعبي الفريقين في هذه المباراة وأيضا في مستقبلهم الكروي. كرة تعود مرة أخرى لسبا الفرج، عودة إلى جان كيونسو، لمسة على جهة اليمين، سعود عبد الحميد للوراء. دقائق الأولى لا زالت النتيجة أصفار. الهدف اللي يحرك المباراة أكثر ويجعلنا نستمتع بشكل أكبر في الدقائق القادمة لم يأتي بعد، ولكن هذا النوع من القمم تنتظر الشرارة الأولى، الضربة الأولى، الهدف الأول اللي يحرك بعد ذلك كل شيء في الملعب ويجعلك تستمتع أكثر بالأجواء وبهذه الأمسية. الكرة تعود مرة أخرى لغوستافو غويار، يغير اتجاه اللعب كالمعتاد عند سعود عبد الحميد، تغطية وتدخل بام مسعود. الكرة بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية لسعود، رمية جانبية سعود عبد الحميد. سعود امتداد للاعبين اللي مثلوا الفريقين تاريخيا، كثير من الأسماء اللي مثلت الهلال والاتحاد على مدار تاريخهم الكروي. تعود الكرة إلى سلمان فرج، طبعا آخرهم سعود عبد الحميد وكذلك عبد الاله المالكي. لمسة تصل إلى ياسر الشهراني، محاولة باتجاه ميشيل، تغطية وتدخل من جانب مد الله، إبعاد الكرة إلى رمية جانبية. الكرة لياسر الشهراني، كلام كثير حول ميشيل قبل انطلاقة هذه المباراة، مشاركة أم لا، لكن ميشيل يصل إلى هذه المباراة ويدخل في القائمة الأساسية في تشكيلة فريقه. كاريو، لمسة لماريجا على جهة اليمين، تصل إلى سعود عبد الحميد، إلى كاريو، يبحث عن التمريرة إلى سعود لكن التغطية من جانبي حجازي في تأمير الكرة، ضغط عالي وبعد ذلك الكرة فيها خطأ على سعود ولمصلحة القائد أحمد حجازي وبالتالي لمصلحة الاتحاد. تدخل في اللقطة الماضية من جانب سعود عبد الحميد، شوفها الاحتكاك اللي تم بالإعاقة الموجودة وبالتالي وجود خطأ على سعود في الكرة الأخيرة. لمسة تصل في وسط الميدان، محاولة بناء حلوة 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 حلوة. برونو برونو انريكي يحاول في هذه اللقطة، برونو حولها على جهة اليسار، تصل بعد ذلك إلى إيغور كورنادو، يبحث عن رومارينيو، كرة طويلة لكنها بعيدة عن الكل، بعيدة وسهلة لحارس المرمى عبد الله المعيوف. فرصة كانت خطيرة لكنها لم تكتمل للاتحاديين. المساحة للهلاليين في هذه اللقطة، ميشيل الخطير، ميشيل يحاول، ميشيل مر لكن امام تغطية من مد الله طالت عليه، اقرب لمارسيلو وبعد ذلك الى وجود ركلة مرمى اتحادية في هذه اللقطة. الجمهور الاتحادي الكبير اللي عنده الكثير من الشغف وايضا الحلم بتتويج بهذه الكاس وايضا بطولة الدوري، حلم التتويج بالثلاثية مع هذا المدرب سانتو، وبالتأكيد فإنه الاتحاد لا يزال يملك الفرصة للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم. كرة تصل إلى شراحيلي، يحاول بناء هجمة شراحيلي، لمسة لإيغور كورنادو، تغطية وتدخل من جانب كويار، يبعد الكرة، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية.
دقائق صعبة في هذه المباراة. طبعا مباراة كؤوس، مباراة فيها ضغط نفسي رهيب على اللاعبين وعلى المشجعين. في كثير من هذه النوع من المباريات لا تشاهد متعة كبيرة على أرضية الملعب، ولكن حرص كبير على حسم الأمور في هذه المعركة الكروية. اللمسة تصل لكاريو وحاولت بنا هجمة لكاريو. موسى مريقة يأتي اليمين للهلال مرة أخرى بدون تركيز، أقرب لناشري. كورنادو حلوة تصل إلى عبد الرزاق. حمد الله يحاول يمر لكنه تأخر بعد ذلك. التغطية والتدخل من جانب كويار والعودة بعد ذلك للمعيوف. طبعا كويار هو الأهم قطعة في خط الوسط الهلالي طبعا كلاعب ارتكاز. إذا عبرت ومريت من كويار كل شيء يصبح أمامك في الهلال. تصبح المهمة الوصول مرمى متاحة وكبيرة الوصول إلى هدف، لأنه تقريبا أهم لاعب في وسط الميدان قادر على قطع كل الكرات دائما هو الكولومبي غوسافو كويار. عودة